الوضعيه ديال الوداد اليوم؟ وصراحه فحال كاع الوداد ديال ما زعما ما عجبناش الحال هادشي اللي وصلت ليه الوداد، ولكن كنقول انها غتكون غير فتره وغادا تدوز. هي ما غدوز سهله، غدوز صعيبه الصراحه، ولكن ان شاء الله غدوز غتكون الوداد حسن ان شاء الله. انا متفائل خير فهمتي، حيت غادي نستافدوا من هاد الاخطاء. كنتمنى ان الناس اللي صاهرين على الوداد دابا واللي غادي يجيو من بعد يستافدوا من الاخطاء اللي طاح فيهم الرئيس اللي قبل، باش ما نعاودوش نطيحوا فيهم وتعاود ترجع الفرقه عاوتاني ان شاء الله. هادشي اللي كتمناو. غير بغيت نهضر معك فالح، نسولك على هاد الناس هادو اللي كيربطوا يعني المشكل الشخصي ديال سعيد الناصري بفريق الوداد الرياضي. واش نقول لهم الله يسمح لهم وصافي، حيت سعيد الناصري هو رئيس ديال الوداد، وهو في نفس الوقت نائب برلماني وشحال من حاجه. المشكل اللي وقع ليه هو شخصي، يعني ماشي مشكل متعلق بالوداد. الناس غير كتقلب على ارباح كثار وكتقلب على انها تسوق الخبر فهمتي، وكيقلبوا على مشاهدات كثار، كيربطوا السميه ديال المشكل اللي واقع لسعيد بفريق الوداد. فريق الوداد بعيد كل بعد على هذا المشكل، وكون كانوا هاد الناس هادو زعما اللي كيتسموا صحفيين كون كانوا نزهاء وكيخدموا بواحد الضمير، اما غاديينش يربطوا الاسم ديال الوداد، حيت ما كاينه حتى شي حاجه. فين هو الدليل باش غتربط ليا سميت الوداد بالمشكل اللي واقع لسعيد الناصري؟ سعيد الناصري بصح هو رئيس ديال الوداد، ولكن المشكل اللي واقع عليه راه واقع عليه هو. حنا ما يمكنش اي حاجه طرات لشي واحد في حياته الشخصيه غادي نلصقوها بالوداد غير باش الناس تدخل تقرا داك الخبر وهذا. وبالعكس كان كنشوف بين الضحيه اليوم هو الوداد اليوم هو اللي كيلقى راسو بدون رئيس. كنتي كتنتقد بزاف، كنت كنشوف دائما لي ستوري ديالك كتنتقد بزاف الطريقه باش كيسير سعيد الناصري. هنا اليوم وقفنا عليها فعلا، لان في غياب الناصري نورمالمون الوداد ستركتوري ما عندناش من تخاف. ولكن المشكل اللي وقعت فيه الوداد اليوم هو كل شيء خيف من مستقبل الوداد، من الوضعيه الماليه ديال الوداد. تعرف بان تقريبا من 2019 ما دارش جمع عام، يعني حتى شي واحد فينا ما عارفش الواقع في الماليه ديال الوداد، الوضعيه ديال الوداد شنو كيتسال الوداد اللي تيج ما عارفينش. بالتالي اللي فيكتيم اليوم خويا فالح هو الوداد. متفق معك هادشي علاش قلت ان الناس اللي غيجيو من بعد خصهم يستافدوا من هاد الاخطاء. حيت حشومه نادي فحال الوداد يتربط بشخص واحد ولا يكون واقف على شخص واحد، هذه ما فهمتش عيب في حق نادي الوداد. حتى فاش كان في ديك الخرجه اللي خرج فيها الرئيس وقال انا كانوا عندي مشاكل، هذاك الشيء علاش ما كنت زعما مديها في الفرقه، راه واخا هي كاينه بصح، ولكن راه ما خصهاش تقال. حيت نورمالمون فرقه بحال الوداد خصها تكون مهيكله، عندك مكتب، عندك نائب رئيس فهمتي. يعني الا ما كانش الرئيس راه كاينين وحدين اخرين كيقضيو الغرض. حنا ماشي غنتسناو الناصري يجيب لعابه وغي مدرب وغيصار على الفرقه، ما يمكنش يدير هذا الشيء هذا. يمشي يدوز الصاليرات ويمشي صعيب. واش في نظرك فالح على ان الثلاثي اللي كاين دابا مثلا البرناكي الدريب وطلال، حنا كنعرفوا الكفاءه ديالهم وكنعرفهم على انهم وداديين وكيبغيو الفرقه، ولكن واش في نظرك الثلاثي هذا قادر على انه يخرج الوداد من هذه الظرفيه اللي واقعه دابا؟ شوف باش نجاوبك على هذا السؤال صعيب، حيت ما تقدرش تعرف كما قال نبيل الوضعيه ديال الوداد حاليا. هاد الناس هادو بثلاثه صراحه من هذا المنبر كان زعما كنبغي نوجه لهم الشكر. علاش؟ حيت باش تشد الوداد في هذه الوقيته هذه راه صعيبه، راه حيت يقدر يكونوا امور اللي ماشي هما اللي زعما السبب فيهم، يقدر يكونوا مشاكل اللي كبر منهم وتحسب عليهم هما. يعني راه اللي غيوقف معاك في هذه الوقيته دابا راه كما كنقولوا كطرف عليه القبعه. حاجه اخرى خص جمهور لعابه قدام مسيرين قدام، خص كلشي دابا يتجمع باش نفوتوا هذه المرحله. عندنا من هنا لاخر العام عاد ديك الساعه يداروا الجموع العامه اللي باقين، كنظن باقيين جوج، ونشوفوا ديك الساعه المستقبل ديال الفرقه. غير هو حاليا كما قلت خص لي زونسيان جوار لي زونسيان ديريجون والجمهور كلشي يتجمع ويعاون هاد الناس اللي صاهرين على الفرقه دابا، والاخر العام نتمنى ان شاء الله يكون الخير. وكاين واحد لي زونسيان بصراحه اللي بانوا وقفوا مع الوداد وشفنا كيفاش حاضرين في ماتشات الاخرين مع الوداد، وكاين شي وحدين لا
اش نقول لك كاين شي وحدين زعما انا كنتاسف لقيتهم بانهم ركبوا على الموجه فرصه بزاف. ان بزاف شوف الوداد خيرها على اي واحد داز فيها، سواء لاعب سواء مسير، اي واحد داز في الوداد ونكر الخير ديالها راه ماشي راجل بهذا المصطلح هذا. حيت علاش شفنا لعابه اللي زعما ماشي ولاد الوداد، غير كانوا غير انتقالات وجاو لعبوا في الوداد وداروا اسم ديالهم في الوداد وبقاو كيجبدوا النادي بالخير وكيجبدوا داك زعما الفضل ديال النادي. خير مثال هو مراد المسن. وي المسن راه شحال سمع ديال السبان فاش كان كيلعب في الوداد راه ما يمكنش. راه فاش كنت شفت واحد التصريح ديالو هذيك الهضره اللي قال هذيك راه ريفيرونس ريفيرونس لاي واحد لعاب مسير اي واحد. حيت الوداد انت غاتعطي الوداد حيت اصلا جاي باش تعطي الوداد لاعب راه كتخلص راك موظف، يعني داك الفلوس اللي كتاخذ من الوداد خصك تحللهم، وفي مقابل راه الوداد غتعطيك اكثر من داك الشيء. زعما ما ندويوش حنا على الجانب المادي، الجانب المادي راه ضامن لك القانون غتاخذ الوداد غدير لك سميه فهمتي وغتحل لك بزاف ديال الافاق. يعني اللي غينكر هذا الشيء هذا كامل والخيبه شنو هي فاش كتجي من عند واحد اللي تدرج في الوداد كما كنقولوا ولد فرقه بصح. وي يعني راه بحال قلتي شي واحد كيسب والديه باش تنسى الفضل ديال الوداد عليك. حيت كون ما كانش الوداد هاد الناس ما غيديروا السميه، ما غيكون كيعرفهم حتى واحد، غيعرفوها والديه ولا دربهم. ما يمكنش حتى الوداد دارت لك سميه وفي الوقت اللي الوداد عندها مشاكل انت كتنوض كتزيد تكمل هذاك الشيء. علاش؟ غير باش دير واحد شويه ديال البوز كيف ما كنقول. حيت هذيك السياسه ديال التحياح ودات غوات وتعصب وتمثل علينا حنا راه عارفين شكون اللي ودادي وعارفين شكون اللي كيمثل فهمتي. راه ما وقت اخرى هادي ماشي اي واحد كيتعصب وكيبدا يغوت وهذا راه نقولوا لا السيد راه ودادي كتضربوا النفس على الفرقه. اللي كتضربوا من النفس على الفرقه كيف ما قلت يا نبيل هما اللي شفناو في ماتش ديال المحمديه. شفنا الداودي شفنا حسوني شفنا نقاش شفنا نصير، راه هادو هما اللي كتضربوا من النفس. واللعابه اللي دازوا في الوداد اخرين راه هما خصهم يوقفوا نفس الوقفه اللي داروا الدراري. كندوي على اللي قبل منهم جينيراسيون ديال 80 ديال 90 حتى هما خصهم يوقفوا دابا لي زونسيان ديريجون حتى هما. حيت اخويا فالح برافو عليك على هذه الهضره، انا معاك. لان المشكل في الوداد هو الوداد كانت للاسف كتسير بسعيد النصيري. بالتالي فالنصيري اوتوماتيكمون ولا هو الدرع ديال الوداد، هو خلق درع سميتو سعيد النصيري هو اللي مكوفري الوداد. بالتالي فملي مشى سعيد النصيري الوداد اونتر بارونتيز تعرات، راه خص ولادها اللي يجيو. راه كاين بزاف ديال المتربصين بزاف ديال الناس كيتسناوك فين يضربوك خص لي حامي على الوداد في هذا الوقيته اخويا فالح. شوف نبيل الوداد في واحد 8 سنين ولا 9 سنين الاخر اسمح لي على هذا المصطلح دات الصدع بزاف ديال الفراقي. مازيمبي كانت كتخلع وي تشارجي الاهلي هادو راه كانوا ماشي مسيطرين راه كانوا كيخلعوا. يعني الوداد جاج حدات الصدع على هادو كاملين. والوداد راه فريق اللي كيمثل المملكه المغربيه. يعني فاش كيكون الوداد في الطوب راه كيتنسب هذاك الشيء للمغرب. في هذا الوقت هذا نورمالمون انا رجع حيت قلتي الناس بزاف كيتربصوا الوداد وهادي راه اللي كيبدا هذا الشيء كيبداو الصحافه. راه ما يمكنش اي حاجه سمع شي تكتبها ولا شي حاجه ما مأكدش من الناس تكتبها غير باش تبيع. راه الناس وحدين اخرين كيتسناو هاد السقطه ديال الوداد. راه الناس دو عليها هذا الشيء في مصر دو عليه في تونس، راه ماشي زعما حبا في انهم باغيين يبينوا الحقيقه ولا شي، راه غير حيت ما كيحملوش الوداد حيت الوداد جات حدات لهم الصراع كيف ما قلت لك. بصح يعني ما يمكنش حنا فرقه اللي شرفات المملكه هاد السنين الاخرى بلا ما ندوي زعما على التاريخ ديال الوداد، حنا كندوي غير على هاد السنين الاخرى. راه الوداد بوحدها اللي كانت هازه الدرابو ديال المغرب. غير بغيت نسولوا على البلان اللي وقع، لانه كما قلتي كيربطوا سميه الوداد بالمشكل ديال سعيد. حاليا عاوتاني خرجوا بعض المنابر كيربطوا على ان الهوني والشتي ودراوي
بغاو يفسخوا العقد ديالهم من الوداد بعد من المشكل اللي وقع. لا حنا ما عندناش مع من ندوي وما خديناش لي طرونش. خرج واحد الاوديو، واحد تصريح من لاجون ديالهم ثلاثه، لا الهوني لا الدراوي ولا واش شتي، وكيشرح فيه كيقول لك حنا ماشي نكارين الخير، الرئيس تعامل معنا زوين، الوداد رحبوا بينا وتعاملوا معنا زوين، فاحنا في هاد الظرفيه اللي وقع فيها المشكل فراه حنا ما نخووش بالوداد، وحنا راه مع الوداد والدراري راه كيترينيو بحكم هادشي. ربطوه علاش؟ حيت الهوني غابر، الهوني انت راك عارف الهوني كان موعد. شتي انت كتشوفوا فاش دخل كيقدم مقابلات اللي كبيره الدراوي بلا ما نهضروا عليه. يعني ها انت تتشوف حتى من الداخل ديالك كيقول لك راه الضربه الصعيبه هي اللي كتجيك من الداخل ماشي اللي كتجيك من برا. وداز في راديو مارس، داز في راديو مارس نسيم. متفق معك. شوف كما قلت لك حاليا خص كل شيء يلتف على الفرقه، جمهور، المكتب اللي كاين دابا، الناس اللي مكلفين اللي غيكملوا العام، واللعابه قدام ولي ديريجون قدام. حيت علاش راه الوداد غاينوضوا الناس غايبغيو يحاربوها وشحال من حاجه. يعني هذا الشيء هذا راه عادي، الوداد ديما كانت كتحارب. يعني راه كاينين فراق يتاسوا غير ضد في الوداد. يعني ما يمكنش غتكون الطريق مفرشه ومفرشين لك الورد. راه عادي الناس، راه الوداد راه 8 سنين ولا 9 سنين حنا كنفرحوا فاش كدير الوداد شي حاجه، وناس وحدين اخرين كيتسناو الوداد طيح باش هما يفرحوا. يعني راه عادي هادشي. حنا دابا الدور ديالنا حنا كجمهور ومكتب واللعابه، سيرتو اللعابه، حيت اللعابه كنوجه لهم واحد الرساله من هنايا، خصهم يتكونسونطراو على لي ماتش، على لي زونطرينمون ديالهم. اما الهضره اللي كاينه برا راه هاد الوقيته هادي راه غتسمع شي حوايج اللي عمرك سمعتيهم ولا عمرك تخيلتي تسمعهم، ولكن الا جاو يديروا بالهم مع هاد الشيء راه ما غاديش نساليو. لا صافي تكونسونطرا خويا على لي زونطرينمون ديالك، خدم. كندوزو من واحد العام اللي صعيب، ولكن ان شاء الله هاد الشيء هذا كامل في الاخر ديال العام غادي نفرحوا ان شاء الله بشي لقب وغنسكتوا بزاف ديال الفان. كنتمناو الوداد ترجع سيرتو في الشامبيونز ليغ، لان عودات المغاربه كاملين انها ان شاء الله كلشي باقي ملعوب. بغيت نختم معك بواحد النقطه واللي الصراحه بغيتك تكون معايا فيها صريح، هي النقطه ديال الجمهور. علاش كنت كنكذب؟ لا حاجه النقطه حساسه شويه. وانت ككابو سابق كنتي قريب بزاف من النواه ديال جمهور الوداد. 9 سنين والوداد حاكبه كيف ما كنقولوا، كدير الالقاب، ولكن اون فاس زيرو ستركتور. واش الالقاب سكتوا جمهور الوداد؟ ماشي سكتوا جمهور الوداد. اللي خص تعرف خويا نبيل، راه تقريبا من 2018 ولا من 2019 حنا كندويو على هذا الشيء ديال فهمتي زعما هاد المطالب هذه ديال الجمهور، ديال انه يكون عنده واحد النادي مهيكل فيه مؤسسات، مدرسه شكون كتخرج لينا دراري في مستوى، تواصل يكون في مستوى. راه هاد المطالب هادو راه هما علاش تحيد الرئيس اللي قبل من ناصيري. راه فاش كنا زعما محاربين مع اكرم راه كانوا النتائج بصح ما مشاوش معاه، وكان حتى هذا الشيء كانوا زعما من المطالب ديال الجمهور. غير هو وانتوما التوجه ديالكم في ديك الوقيته كيفاش كان؟ التوجه راه كنا زعما كنتاقدوا في الوقيته اللي كتكون فيها الوداد مزيانه. يعني راه كانوا مبالغات كينبهوا الرئيس انه يصلح هذا الشيء هذا، حيت كانوا النتائج. ما يمكنش تقول الرئيس سير في حالاتك، يلا انت تدي الشامبيونز ليغ كدي بطوله غتجي غتقول لي سير في حالك اشبه مسطي. ولكن راه كانوا دي ميساج كيداروا سواء في تيران سواء في بيانات ديال الجروب، كان ديما زعما كتنبهوا سعيد انت راه هادشي مزيان اللي كدير، الجانب الكروي وهذا راه مزيان، ولكن راه خاص تزيد هادشي هذا. كنا كندويو على الانخراط، كنا كندويو على مدرسه ديال الوداد، كندويو على الفروع، كندويو على التواصل. يعني هذا الشيء هذا كامل اللي غيرجع للبيانات ديال الجروب غيشوف ان هذا الشيء هذا كان ديما مطروح. وبعض المرات كاع راه فهمتي انتقدنا داك الشيء في التيران وشحال من حاجه. يعني راه هذا الشيء هذا ماشي يلا وتثبت في التيران هو عادي. شوف الواحد كتحاول توجهه فهمتي، يقدر يكون هو ما كيشوفش اغلاط ديالو، انت كتبينو مليح. يعني راه كنت صنت الهضره ديال الجمهور واحد 5 سنين دابا قبل ولا 6 سنين قبل، داكشي غتشوف وداد وحده اخرى. القاب كانوا غيكونوا،
وفي نفس الوقت كنتي غتستثمر هذاك الشيء. بصح حيت دابا حشومه نبقاو ندخلوا في ليتيج مع اللعابه اللي كون كانت عندك مدرسه كاين شي لعابه راه حشومه يلعبوا في الوداد. انا نعطيك شي قال واحد اللي عنده 18 19 عام ولد الوداد نعطيه واحد العامين نصبر عليه وما نجيبش لاعب ب 200 مليون 300 مليون ما كيعطي حتى شي اضافه. شنو غنربح منه؟ كيجي كيبقى يتريني وكتدخل معاه في الاخر في صراعات. وهذا الشيء هذا غنعاودو نرجعو. كانت عندك اداره تقنيه انت رئيس ما غتصدعش راسك شكون غتجيب وشكون ما غتجيبش. انت ما تدخلش في هذا الشيء. هما حاطين واحد التوجه عارفين المراكز ديال الخصاص. دونك في الاخر العام خصنا تسعود خصنا جوج خصنا طريوه خصنا هادي كتشوف الميركاتو وميم طو كتشوف المدرسه اش فيها فوالا وهادو غيمشيو. دونك ملي ما بغيتيش تصنت الهضره ديال الجمهور زعما داكشي رجعنا عليه. راه ماشي بنادم غير كان كيدوي من فراغ ولا لا انا باغي نشوف باج ديال الوداد محركه ولا انا باغي نشوف مدرسه ديال الوداد مزيانه ولا باغيين زعما واحد المشروع على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. غير باغيين هذا الشيء غير باش يدار وصافي. هذا الشيء راه كتوقف عليه راه كتحتاجو. بصح وي راه فراق كبار راه كتلقاهم مهيكلين. كيحيد رئيس راه قلتيها قبيله نبيل كيحيد رئيس فرقه غاده مزيان حيت علاش حاطين هما بروجي ديالهم راه باين. انا مثلا الاهلي لعب معانا في 2017 كان محمود طاهر كان هو الرئيس تحيد دار الخطيب حسينا بوال تبدلات حتى شي حاجه عاوتاني مشوا الفينال وعاوتاني داوها وعاوتاني عادي. لان الطريقه باش كتسير الاهلي خصها واحد كيحاسبوا الرئيس في الاخر على طريقه التسيير ماشي شحال دخلتي ديال الفلوس. الاهلي مدخله فلوسها عندها فلوسها ديالها. واش كيرياجي معاكم سعيد النصيري؟ ما نظنش. بحال قلتي كان كيدير شي حاجه بسيطه من داكشي فهمتي شي حاجه اللي بسيطه يعني كون دار غير واحد 50% من داكشي كنا غنشوفوا فهمتي غنشوفوا وداد وحده اخرى يعني غير واحد شويه نقدروا نقولوا 10 حتى 20% من داكشي اللي كان كيتقال وكان كيتغاضى على الشيء الاخر. للاسف كنتمنى الوداد تخرج من الوضعيه ان شاء الله غتخرج. والوداد كبيره كنظن بان داكشي اللي داز به الوداد عبر التاريخ ديالها كيخلينا نكونوا متفائلين ان الوداد مره اخرى غترجع بنصيري باكس بايكغيك. الوداد هي الوداد. شوف الوداد عمرها زعما وقفاش على شي شخص سواء رئيس سواء لاعب سواء مدرب يعني راه من النهار اللي تخلق النادي هو بحال هكا. انا جاو ناس عطاو اضافه كاين اللي ما دار حتى شي حاجه كاين اللي دا القاب كاين اللي ما داش. الوداد راه بقات ديما فهمتي راه ديما هي الوداد راه اكبر بالماريس في المغرب. بالماريس راه داوي على راسو وهاد المرحله هذه غدوز الوداد. هذا عقل شي الوقت اللي كنا داخلين في حرب مع اكرم راه الناس كامله كانت كتضحك كيقول لك هادو مسطين كيمشيو كيديروا اكرم يرحل كلشي كان كيستهزئ. ولكن مورا داكشي شنو وقع قلعات الوداد راه 9 سنين ولا 8 سنين وهي حاكمه يعني راه هاد الوقيته هادي وتادك اللي جا من موراه سعيد النصيري ولا اي واحد هذاك اللي كان غيجي من مورا اكرم بداك الشيء اللي درتو كان غيجي غيخدم بزز منه كانوا غيكونوا شي واخا واحد اخر كان لان شاف شنو وقع شاف بان الوداد عنده واحد الجمهور اللي حاميها. هذه هي النقطه اللي بغيت نوصل لك يعني ما حد كاين جمهور كتضربوا النفس على هذه الفرقه. كاينين ناس وداديين وكاينين لعابه قدام وكاينين مسيرين قدام كتضربوا من النفس على الوداد. راه الوداد ديما غتكون بخير. راه دابا كاين واحد المشكل انا كيبان ليا بسيط ولكن متفائل خير فهاد الشيء اللي غيجي لقدام ان شاء الله غيكون خير. حيت حنا شفنا ما بعد اكرم شفنا النصيري كانوا مع القاب هذه ولكن ما كانتش هيكله ما كانتش حمل حاجه كما طالب ديال الجمهور ما كانوش يعني راه المرحله اللي موراه راه ان شاء الله غادي الالقاب راه ديما ترجع البالماريس ديال الوداد راه من 1937 وهي كدي ما كاينش شي وقيته ما داش فيها الوداد ديما كدي في كاع العقود في كل عشريه كدي فيها الوداد بصح. يعني المرحله اللي جايه ان شاء الله انا متفائل خير غادي يكونوا فيها القاب ان شاء الله كيف ما عوداتنا الوداد وغادي تكون هيكله غادي نبنيو فيها واحد النادي اللي الثمار ديال هذا الشيء يقدروا ما يبانوش في الاول
واحد العامين 3 سنين، ولكن من بعد غاديين يبانوا، حيت فاش كتكون منظم ومقاد امورك التيمار ديال داكشي غتبان. الجمهور غيصبر وخصو يصبر. شوف من راسي وجبت، يعني راه وقيته ديال اكرم راه دينا بطوله في 7 سنين، ما مشيناش شجعنا شي فرقه اخرى، بقينا وداديين. دونك راه تا دابا الا بان لي انا النادي ديالي كيتهيكل، وداك الشيء اللي باغي نشوف فيه غادي الناس خدامه عليه، وغادي نصبر في الاخر. راه غادي نصبر، راه حيت حنا ما غاديش نبدلوا الجلده، راه نبقاو ديما وداديين، ديما وداديين. دينا ما ديناش ما يمكنش غنمشيو نديروا شي حاجه اخرى، حنا مع الوداد. ولكن الا بان لك في الافاق جايه شي حاجه مزيانه، راه غتصبر وانت فرحان. هذا راه مهمه، ميساج مهم. الوداد ان شاء الله خارجه من هذا الشيء، وكنتمناو من بعد غادي نشوفوا المصير. كنظن من بعد الجمع العام اللي خصو يكون ان شاء الله تحدد ليه ينضاط. فالح دابا انت يعني جبتي الجمهور، يعني جبتي بزاف ديال الحوايج. حاليا كنعيشوا من واحد الدائره ديال، المهم ما بغيناش نقولوا شغاب او لا بغيناش نقولوا صداع، وكنشوفوا على انهم يعني شباب كيضيعوا. يعني شي ميساج اللي توجهوا انت للجماهير باش ينقص شويه من هادشي؟ الصراحه كيبقى فيا الحال فاش كنشوف دراري صغار، فهمتي، شباب. فاش كندوي على الشباب راه هما المستقبل ديال البلاد، كيمشيو زعما كيتحكموا بواحد الاحكام اللي قاسيه. انا غنوجد واحد الميساج للدراري اللي كيمشيو التيران، بعدا هما الاولين. الواحد ما امكن يحاول يتفادى الصداع، حيت الصداع ما فيه حتى شي رباح. اول وحدين كيتقاسوا بداك الشيء هما الوالدين. الوالدين راه ما غيبغيوش يشوفوا ولدهم في الحبس. حاجه اخرى كنظن خص تكون واحد اعاده النظر، حيت علاش وليتي كتسمع واحد على مشكل ديال الكره كيتحكم ب 10 سنين، ب 15 عام، ما عنده 18 عام، عنده 20 عام، اش غيشوف؟ شنو من حياه؟ يعني بحال كنقتلوه. راه خص يكونوا فهمتي، يكونوا شي عقوبات اخرين. 10 سنين بالنسبه لواحد اللي كيمشي للتيران راه ما كتبان لي عقوبه اللي بزاف. يعني راه ما يمكنش. انا المشكل دابا اللي كيدوي عليه المغرب كامل ديال هذا المالي، هذا المالي براسو شحال واخد؟ راه عطيناه 10 سنين ديال الحبس، وغتشد واحد على مشكل ديال الكره غتعطيه حتى هو 10 سنين. وكي خويا فالح كاين اللي كيتبت عليه واحد الجرم دارو، هذاك ما ندويش عليه. وكاين انت كنظن كدوي على حيت كاين بزاف ديال الدراري كيتصاقوا. شوف نبيل، بزاف. انا ماشي غنبرر شي واحد غنقول ليه سير دير وفعل وراه ما خصكش تعاقب. اللي دار الذنب كيستاهل العقوبه. غير هي راك بزاف ديال الدراري كيكونوا زعما غير ضحايا، فهمتيني. فاش كيوقع المشكل راه بزاف كيكونوا غير ضحايا. معاك فيها حاجه اخرى راه مشكل ديال التيران، زعما راه يقدر يكونوا عقوبات بديله. نقدر نحكم انا على واحد ما يمشيش للتيران واحد العامين 3 سنين 5 سنين، ولكن باش نحطونا في الحبس مع مجرمين راه غيخرج مجرم. راه غتحط الدري عنده 18 عام يلاه بهذه حياته، اشنو غيخرج لينا من تما؟ طبيب، بيلوط؟ راه ما يمكنش. كنتمنى اعاده النظر في هذا الشيء. والدراري حتى هما النقطه اللي قلتي ديال تمنع من التيران هذه كاينه في الاوروب. كنظن عاطيه الاكل ديالها. كاينه حتى في دول، كاينه حتى في دول في لافريك زعما. في مصر كاينه القضيه، في مصر كاينه القضيه. حنا دابا ملي وصلنا الناس كتقطع من زعما من ليسيج بلا كارت ناسيونال، نقدروا نديروا هذه القضيه هذه. وزعما وكنوجه عاوتاني رساله للدراري فكروا في والديهم، حيت هذا الشيء هذا ما خدامش صراحه. يفكروا في والديهم، حيت اكثر وحدين كيتضروا بهذا الشيء هما الوالدين. بصح انت فالح سوق واحد السؤال. دوزتي يعني سنوات ككابو ديال فيراج كبير بحال فيراج كورفانور، كنظن واحد من احسن الجماهير في العالم بالارقام بكل شيء. وكنعرفوا دائما ان الكابو كان دائما معرض انه معرض للاعتقال، معرض للمشاكل. شنو وقع مع سقندح، شنو وقع مع سكوادرا، بزاف ديال الدراري. ما كانش كتخلعك النقطه هذه؟ وراه غتخاف الا ما خفتيش على راسك، غتخاف على والديك ولا عائلتك، حيت ما غاديش يبغيو لك هذاك الشيء.
انا كان وقع لي مشكل قبل ما نكون كاب، وجربت هذاك الاحساس وشفت هذيك الحاله اللي كيكونوا فيها الوالدين. وزعما من هذا المنبر كنبغي نقول لهم زعما يسمحوا لي، لا الوالده الوالد خوتي تا هما هي العائله. يعني هذاك الشيء عشتو عاشوا معك فتره صعيبه، عاشوا معايا فتره صعيبه صراحه. واخا ما كنت لا كابو لا والو، من بعد فاش كتكون كابو اخويا راه الاعين كامله كتوجه لك، مسؤوليه اعين كامله كتوجه لك. يعني راه اول واحد يقدروا يضحيو به راه هو انت. الحمد لله. عمرك خلعتك الفكره هذه؟ سيرتو سورتو انا وقعت قبل. شوف ماشي ما نكذبش عليك، ماشي نقول لك ما كتخلعش، راه كتخلع بزاف وكتفكر لها بزاف. بعض المرات كتفكر انك تحبس على قبل هذا الشيء، حيت كتقول فهمتي غتجي فيك الدقه غتجي فيك، حيت كتولي عندك واحد الحياه مبدله على الناس. حيت كابو واخا ما تبغيش الناس يعرفوك غادي تعرف، غتعرف كاميراش كامله كتشدك نتايا. واخا ما تبغيش الناس يعرفوك غادي تجي واحد الوقيته غيعرفوا سميتك وغيعقلوا على وجهك. يعني كتولي فاش خارج في الزنقه خارج وحاضي راسك. يعني ما كايناش واحد الحريه، تبغي تخرج غير مع والديك وهادي كتقول تقدر تلاقى مع واحد اللي باقي صغير باقي طيش غير سامع ما كيعرفكش، يقدر يقول كلمه، يقدر يدير شي تصرف ما تقدرش تعرف انت ردة الفعل ديالك هذيك الساعه كي غتكون. يعني كتبقى تفكر بزاف ديال الحوايج. بصح واش بالنسبه لك يعني الشهره بحال هذا الشيء خايبه؟ خايبه زعما السلبيات ديالها اكثر من الايجابيات ديالها صراحه. انت قلبت على الشهره؟ شوف كابو الشهره هي اللي كتقلب عليك، عمرك ما تقلب عليها. انا راه وليت كابو في 2017 حتى ل 2019 والناس زعما ما كتعرفنيش حيت كنت كنتهرب من هذا الشيء، كنت كنتهرب منه. واللي زاد كثر عاون هي ان هذيك الوقيته كان داك المنع ديال لي زولطرا وهذا، يعني حتى الفيديوهات وهذه ما كانوا قلال. ولكن من بعد لقيت زعما الناس كامله كتعرفك، ما عندكش كيفاش دير، ما تقدرش تتحكم في هاد اللعيبات. وكاين فالح بزاف ديال الناس كيقولوا فالح استغل الشهره ديالو بزاف ديال الحوايج. دار العاقه وشوف حنا ما جيتش عندنا اليوم هنايا اخويا فالح حتى خصنا نعرفوا كل شيء الا غنخرجوا منك رقصم. قال لك فالح دار العاقه فهمتي، كيسافر كيدير. شوف كون كانت شي حاجه غتبان عليه انا غير باش يعرفوا الناس. قبل قطر كانت عندي 56 ومن قطر باقي عندي 56. زعما عمرني فكرت انني ندير الفلوس من هذا الشيء زعما ديال الكره وكابو وهذه، عمرني فكرت فيها. وكنت كنلقى مشكل باش تقنع بنادم في خدامي اللي خدمتهم، سواء فاش كنت كنقرا انا حيت غير باش يعرفوا الناس. اول ما طلعت كابو في 2017 هذيك الساعه كنقرا في السونطر في الصباح، في الليل خدام سيكوريتي باش كنعاون راسي، يعني كضرب ليل كامل 12 ساعه وكنطلع كابو. وديك الوقيته قليل اللي كيعرفني، يعني فاش بدا بنادم كيشوف هادي كيجي كيسول كتحاول انك الله يسمح لي تكذب عليه ولا تنكر، ولكن كاين اللي كيجبد لك البروف شي فيديو ولا هذا. الناس ما كتفهمش هاد القضيه، كيقول لك كيفاش انت كابو ديال زعما ديال الوداد وكذا وهادي، وخصكم مدبر على راسك وكي كدير في لي ديبلاسمون كتقول لي راه كنمشي مع الدراري بحالي بحال الدراري، فهمتي؟ كتمشي في طرافيك مره في كار مره في طوموبيل، شي ماتش على برا راه كتقاتل، قدرتي تمشي هو هذاك، ما قدرتيش راه ما كتمشيش. الا كانت شي دومي فينال ولا فينال راه كطر بعض المرات تسلف باش تمشي تحضر ليها. الناس ما كتقبلش هاد القضيه، كيقول لك ولا على الاقل انت خصك تمشي فابور، خص يديروا لك صالير ولا غير يخلصوا عليك، ولا كتقول لي لا انا زعما هادشي راه كنديرو مني راسي، ما كنتسناش من ورا شي حاجه. عمر ما كانت اللعيبه ديال فابور ديبلاسمون فابور مع الدراري صحابي. لا دابا انت عارف الفابور اللي كندوي عليها. لا شوف نقول لك واحد، نعطيك غير واحد فابور من رئيس الوداد. لا جامي. الناس شوف الناس مؤخرا كاين اللي قال لك راه القجع والناصيري هما اللي خدموك. واش انا خدام ما فهمتش في الارام، راه خدامه بسميك. اللي غيطلب الناصيري وغيطلب القجع راه يطلب على شي حاجه اللي صحيحه كبيره، اللي غتعطيه خاطر انه يطلب الناس راه يطلب على شي حاجه اللي صحيحه. نطلب فلوس انا نيشان، لاش غادي نطلب على خدمه درجاح انت كاع، لاش غنضرب شمال انايا ونخرج في 7 الصباح 8 الصباح
غنطلب على شي حاجه اللي صحيحه. ميساج مفهوم، و كنشكرك بعدا بزاف على الصراحه مرحبا خويا وعلى هاد الحوايج كلها اللي تقالوا لاول مره في هذا البلاطو هذا. شكرا خويا فالح، شكرا لكم، سخيناش بك اخويا، بارك الله فيك. شكرا لكم، وكنتمنى ان ما يكونش خانني اللفظ، وداك الشيء زعما اللي بغيت نوصل للناس هو اللي وصل. لا تبارك الله عليك. انا فاجأتيني حتى بطريقه الهضره والله الا زعما اليوم يمكن قدمت شي واحد ليماج على سواء الكابو سواء الجماهير. شوف قبل ما تخدم جبتي هذه النقطه هذه ديال الايماج، نعاود نرجع معك واحد شويه. زعما خدامي اللي خدمت خدامي ديال ولاد الشعب، فهمتي؟ ماشي شي خدامي. شنو خدمتي؟ خدمت في ماكدو، تلقى معايا بنادم كيشوفك واش كنتي كابو خدام في ماكدو اخويا، والله الا كابو خدام في ماكدو. قلت لك قبل منا سيكوريتي، من بعد شويه داك الشيء الاي-كوميرس وهذا ماشي النيفو ديال السيمولاي هذاك الشيء غير على قد الحال. من بعد يسر الله في هذه الخدمه هذه، فهمتي؟ اللي قال لك الناس راه حكا راه سعيد الناصيري والقجع، اللي ما كيعرفوش الناس ان الخدمه هذه راه دابا تقريبا هذا هو العام تشالت فيها. يعني في الاول كنت خدام غير بريستاتير، وفهمتي وصبرت وهذا، وجاو لي زونطروشيا كيف ما كاع الناس ودوز. وفي هاد الوقيته فاش كنت خدام بريستاتير حيت الصالح كان على قد الحال، كنت داز واحد كروسه، راه الناس كاملين كانوا شافوا التصاور وهذا، داز كروسه ديال الماكله. يعني شنو اللي كنبغي هذيك الكروسه استغليتي فيها الشعبيه ديالك، يجي عندك استغليت فيها الشعبيه الصراحه. جاو الدراري، جاو الجمهور، لا جاو كلاو وانت كتستغل مالك. اللي بغيت نوصل للدراري هو شوف، خدم على راسك وضرب شماله وتصنت الهضره ديال والديك، وسيدي ربي راه ما غاديش يخيبك، فهمتي؟ راه لا تبعتي الهضره ديال الناس راه ما غاداش تسالي. دير داك الشيء اللي كتبغي ودير داك الشيء من القلب، راه الناس غيوصل لعندهم بصح. فهمتيني؟ ميساجات واضحه. كنشكرك بزاف اخويا بارك الله فيك. شكرا بزاف، والله الا فاجأتيني زعما. اليوم عطيتي واحد ليماج على الكابو، على انه ماشي واحد الانسان اللي كيتبع المشاكل ولا ديال الحباسات. اليوم عطيتي ايماج زوينه على كيفاش كيكون كابو ديال جمهور كبير بحال جمهور فريق الوداد. شكرا سعيد، شكرا طارق شوايه مخرج اشرف تاعي اشرف. واخا قولبوني قبيله في الطريق يقول لي ها هو فين. قلت لي عندك تبدا. اللي جاي كيقول لي دابا اخويا فالي عجبان لك وهذه انا كنضحك بعدين. والله الا متياق انا خدمه فاهم صافي صراحه، ما عمري عرف شو بزاف في وجهه ولا شي حاجه ما شوف، ولكن فين بالي الدري داير القب كنقول له هو فالح، وكيقول لي اخويا فالح دابا الاجواء وهذه هو كيقول لي صحيح انا معاك، صحيح انا معاك. قوالب واخا.